اهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل مع بعض فراخ، انما ايه عظمه كده، شكلها باين في الفيديو من قبل ما اتكلم. يلا بينا نبتدي الفيديو ونشوف عملناها ازاي. اول حاجه عندي مجموعه من الاعشاب، بقدونس وزعتر وروزماري. هنفرم كل الكلام الحلو ده مع بعضه وهنركنه على جنب. هننزل بالزبده وعليها توم فريش وملح وفلفل اسود، معلقه كبيره من توم البودر. هننزل بالاعشاب كلها اللي فرمناها كلها مره واحده. هنميكس بقى كل المكونات الخطيره دي مع بعض. واهم حاجه يا جماعه، لازم تكون الزبده في درجه حراره الغرفه علشان نعرف ان احنا نقلبها كده بالمعلقه زي ما انتم شايفين. هنجيب بقى ربع ليمونه وهنعصرها على الزبده، ولازم تكون الجوسس اللي في الليمون كتيره قوي. هنكمل بقى تقليب الزبده مع الليمون والاعشاب. خلاص كده الميكس بتاعنا جاهز كده. هنجيب الفرخة وهننشفها من أي سوائل موجودة جواها. هنتبلها بملح وفلفل أسود وده مهم جدا. هنجيب بقى معلقة من الزبدة وهنحشي الفرخة من جواها، وتأكدوا إن الزبدة لزقت في اللحمة والعظم. هنحشي بقى بين الصدر والجلد، وهنحشي كمان بين الأوراق. عايزة أقول لكم الزبدة بتديها طراوة وبتديها نكهة وطعم مش طبيعي، لازم تجربوا الوصفة دي. كمان هنحشي بين الرقبة والجلد كده، يعني باختصار نتأكد ان احنا حاشينا الفرخة كلها بالزبدة. بعد كده هنحط جواها بقى شرايح من الليمون او ممكن برتقان، اي حمضيات. ممكن نحط فيها كمان عود من الروزماري. هنقفل الفرخة ليه؟ علشان ده بيديها شكل حلو قوي في الاخر، وكمان بيحتفظ بالبخار اللي جواها اثناء التسوية، فبيخليها تستوي بسرعة. عندي هنا بقى معلقتين 3 من الزبدة سيحتهم في الميكرويف، حطيت عليهم ملح فلفل اسود وحطيت عليهم رشة من التوم البودر، وقلبت الميكس ده مع بعضه بالفرشة ومسحت بيه الفراخ من فوق. عايزة اقول لكم ان الميكس ده بيخلي الفراخ لونها ذهبي من بره ومقرمشة، وكمان بيديها طعم من بره فظيع فظيع. ممكن كمان ان احنا نمسح الجناب كده بتاعت الفرخة من كل حتة. شايفين بقى شكلها حلو ازاي من قبل ما تدخل الفرن؟ هنحطها بقى في طاجن بايركس او اي طاجن يكون بيدخل الفرن. هندخلها على درجة حرارة 300، اعلى درجة حرارة، لمدة نص ساعة، وبعد كده نبدأ نخفض درجة الحرارة النص ساعة اللي باقية. شايفين بقى شكلها حلو ازاي؟ فأثناء ما هي بتستوي كل ربع ساعة هنفتح الفرن، ناخد بالفرشة من الجوسس اللي نزلت منها ونمسح الفرخة من فوق. قدموها بقى مع أي حاجة بتحبوها. أنا قدمتها مع بطاطس روستد في الفرن، وأكيد هقولكوا على طريقتها. جربوها، ولو عجبتكم الوصفة ياريت تعملوا شير ولايك للوصفة، وبألف هنا وشفا على قلوبكم.